بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 5، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض ليسون 5 سين 4. الليسون سهل جدا. هنركز مع بعض، هنقرا السؤال كويس جدا، هنقرا الاختيارات اللي موجودة عندي، وهترجم السؤال في مخي واعرف هو بيقول ايه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ونشوف اول سؤال معايا النهارده. choose the correct answer. number 1. نقط tab contains the AutoSum function. قال لي ايه التبويب اللي موجود عندي بيحتوي على أداة الجمع التلقائي. سؤال سهل جدا. طبعا هقول له الهوم ده موجود فيه الاوتو سم. يعني ايه اوتو سم؟ الجمع التلقائي. دي وظيفة موجودة في برنامج الاكسل. نمبر 2. the formula begins with نقط sign. قال لي علشان اعمل معادلة لازم ابدأ بانهي علامة؟ طبعا هبدأ بعلامة الايكوال. وناخد بالنا احنا كل ده بنتكلم على الاكسل بروجرام. Number 3. to add up numbers. Select the نقط you want to add together. Then click home tab. Then auto sum. Then enter. قال لي علشان أجمع أرقام هحدد على إيه؟ هحدد إيه المطلوب جمعها مع بعضها يعني. خلاص. Then click home tab وهروح على علامة التبويب home وهختار اوتو سم وبعدين هدوس انتر. طيب انا لازم هختار الخلايا. كلمة خلايا يعني ايه؟ يعني cells. Number 4. which of the following formulas is considered a correct formula for adding numbers into cells in Excel. قال لي انهي في دول المعادلة الصحيحة اللي بيتكون منها مجموع رقمين في خليتين في برنامج الاكسل. احنا اتفقنا ان لازم قبل ما ابدأ اي معادلة او اي فورمولا في برنامج الاكسل بروجرام لازم ببدأ بعلامة الايكوال. طيب في اتنين بادئين بعلامة الايكوال بس فما بينهم اختلاف. هنا في العلامة بتاعت division وهنا في علامة الادد. يبقى هو طالما قال لي adding يبقى هختار على طول مين؟ equal b2 plus c1. دي ما تنفعش عشان مش اولها equal، ولا دي تنفع عشان دي اولها equal. ونشوف مع بعض تاني اسئلة معانا النهاردة. بيقول لي put true or false. Number 1. Excel program is used to collect numerical data and perform the needed mathematical calculation. يعني ايه؟ قال لي بستخدم برنامج الاكسل علشان اجمع البيانات الرقمية وكمان اعمل اجراءات العمليات الحسابية اللازمة. طبعا هقول له true. Number 2. to add the values of the cell use. العلامة دي هي اللي بستخدمها علشان اعمل اضافة للقيم. يعني عايز اعمل اضافة لاي رقمين او عايز اجمع اي رقمين بستخدم العلامة دي؟ لا طبعا انا بستخدم علامة الاد اللي هي البلس، فهقول له هنا فولس. طب العلامة دي بتاعت الايه؟ دي بتاعت المالتيبليكيشن. Number 3. you can research, collect, classify and process information using digital information handling skills. برضو السؤال جميل. قال لي ممكن ان انا اعمل بحث عن المعلومات وكمان اجمعها واصنفها وكمان اعالجها باستخدام مهارات التعامل مع المعلومات الرقمية. طبعا هقول له true. Number 4. Excel program is used to create presentations. قال لي هو برنامج الاكسل انا بستخدمه عشان اعمل بريزنتيشنز، عروض تقديميه. طبعا هقول له هنا فولس. ما بعمل بريزنتيشنز بانه بروجرام؟ بالباوربوينت.
ونشوف مع بعض أسئلة كتاب المعاصر. وقبل ما ندخل في الأسئلة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ونشوف number 1 choose the correct answer. number 1 Excel graphs provide a not representation of data. قال لي برنامج الإكسل تمام بيوفر لي إيه علشان أمثل البيانات، يعني طريقة إن أنا أمثل البيانات. طبعا يعني بيجيب لي حاجة اسمها visual representation. يعني ايه visual representation؟ يعني بيانات تمثيل مرئي للبيانات. visual representation of data تمثيل مرئي للبيانات. ان انا ممكن يجيب لي برنامج الاكسل يجيب لي جرافس رسم بياني يوضح لي البيانات بس بطريقة ايه؟ طريقة مرسومة. number 2 for collecting data علشان اجي اجمع بيانات او جمع هنا مش بمعنى بلس، جمع بيانات. you can use نقط. ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم الاكسل، برنامج الاكسل ولا برنامج الوورد ولا بين اند بيبر ولا ورقه وقلم ولا all of them. طبعا all of them. انا ممكن اقدر استخدم كل دول عشان اكتب فيهم الايه؟ البيانات وايه؟ واجمع فيهم اي بيانات انا عايزها. number 3 to choose the layout to a graph select نقط from chart design. قال لي عشان اختار الرسم التخطيط البياني عشان اختار تخطيط للرسم البياني هدوس على ايه؟ هحدد ايه من التشارت ديزاين، من تصميم الرسم البياني. طبعا هختار التشارت برضو ايه؟ ديزاين. ونشوف مع بعض number 4 the result of the equation equal A2 minus B2 will be نقط in case of A2 equal 10 and B2 equal 3. حلوة قوي. قال لي نتيجة المعادلة اللي هي A2 minus B2 will be هتكون ايه في حالة ان ال A2 بتساوي 10 وال B2 بتساوي 3. ببساطة جدا انا هحط ال 10 دي بدل ال A2 وهحط ال 3 بدل ال B2. هتبقى 10 minus 3 هتبقى كام؟ هتبقى 7. number 5 to choose the نقط of a chart click format from a chart design. قال لي علشان اغير في ايه في الرسم البياني بختار فورمات تنسيق من التشارت ديزاين من تصميم الرسم البياني. طبعا color. number 6 you can use نقط program to create tables and graphs. انا بستخدم انهي برنامج علشان اعمل الجداول والرسوم البيانية؟ طبعا وانا مغمض هختار طبعا الاكسل. ونشوف مع بعض اسئلة true or false بتقول لي ايه. زي ما احنا شايفين الاسئلة ما فيهاش اي حاجة، اسئلة سهلة وبتتكرر. number 1 to write a report you can use calculator program. قال لي علشان اكتب تقرير بستخدم برنامج الكالكوليتر الحسابي يعني الآلة الحاسبة. طبعا هقول له فولس. طب الريبورت انا قلت ان انا بعمل ريبورت بايه؟ طبعا بالوورد بروجرام مش بالكالكوليتر بروجرام. number 2 you can choose the needed graph type from a chart design. قال لي ممكن ان انا اختار نوع الرسم البياني المطلوب من التشارت ديزاين تصميم المخطط. طبعا هقول له true. number 3 to subtract in excel use slash. قال لي علشان اعمل عملية طرح بستخدم العلامة دي الساين دي. طبعا هقول له هنا ايه؟ هقول له false. ليه؟ انا بستخدم علامة الماينس عادي. وحشة استنى اغيرها لكم. طبعا بستخدم علامة الايه؟ الماينس. number 4 after finishing the research. بعد ما بنتهي من البحث you can share the research results
ممكن ان انا اشارك نتائج البحث بتاعي، طبعا هقول له true. ونشوف نمبر 5 to make multiplication use العلامة دي، طبعا هقول له true، دي علامة المالتيبليكيشن، علامة الضرب. ونشوف مع بعض أسئلة التدريب فقط. وأول سؤال بيقول لي الإكسل، بستخدم الإكسل في إيه؟ طيب لازم أقرأ كل الاختيارات علشان أعرف إن أنا أجاوب. To add titles or labels to a graph، بستخدمه علشان أعمل العناوين بتاعت، خلي بالك add titles، خلي بالك السؤال ده ممكن يلخبط حد فينا، ان انا بستخدمه علشان اضيف العناوين للرسم البياني، ولا writing to beginning of the equation، ولا بكتبها في اول المعادلة، ولا for dealing with numerical data، ولا بتتعامل مع البيانات الرقمية، ولا for writing reports، ولا عشان اكتب من خلالها التقارير، ولا to make presentations، ولا علشان اعمل منها العروض التقديمية. طبعا طالما قال لي اكسل يبقى انا بستخدم بيانات رقمية، يبقى نمبر 1 هتاخد نمبر لتر ايه؟ لتر سي، يبقى هنا هكتب نمبر 1. وورد طبعا for writing reports علشان اكتب من خلاله التقارير. PowerPoint to make presentation، دي باوربوينت بعمل منه الايه؟ البرزنتيشن، العروض التقديميه. equal sign، علامه الايكوال بحطها فين؟ قال written at beginning of the equation، بكتبها في بدايه الايه؟ المعادله. واخر حاجه add chart element. ايه add chart element؟ بستخدمها في ايه؟ بستخدمها to add titles or labels to a graph، ويبقى دي نمبر 5. ونشوف مع بعض read and write the name of the app or tool. قال لي هكتب الابليكيشن او الاداه اللي تخص الجمله دي، واشوف معايا دلوقتي نمبر 1 to make presentation، ده انا لسه قايله ايه اللي ممكن اعمل من خلاله presentation. طبعا هقول له على طول انا خلاص انا عرفت مين؟ الباوربوينت، باوربوينت. نمبر 2 add used for writing، app used for writing. ايه الابليكيشن اللي بستخدمه للكتابة؟ طبعا الوورد، برنامج الوورد بروجرام. الوورد. نشوف بعد كده for collect and deal with numbers. قال لي من خلاله بجمع الارقام وبجمع واتعامل مع الارقام. طبعا طالما قال لي numbers يبقى على طول برنامج الاكسل. زي ما احنا شايفين كده الاسئله بتتكرر هي بس بطرق مختلفه عشان الحاجات تثبت ايه؟ المعلومه تثبت في دماغي. وبكده نكون خلصنا درس النهارده. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.